وكما قال أبو المهند الإمام الجليل نحسبه والله حسيبه من أهل السنة والجماعة، أملى علي أبيات وهي في شأن التكفير. يقول حفظه الله: الهجر للتكفير حكم جائر، من لم يكفر المشرك كافر، لأنه كفره الإله كذا نبيه ومصطفاه، وهو جزء الكفر بالطاغوت، فاجتنب الأجزاء للطاغوت، وكن حافظا لآيات الممتحنة، أسوتكم في إبراهيم حسنة. أسأل الله أن يثبتني ويثبته على التوحيد والسنة، وأن يجعل عمله خالصا لوجه الله تعالى.